السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مره اخرى في قناه سعاد اوفيسيال. كنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم. اليوم جبت لكم حلوه سهله لذيذه سريعه التحضير، مكونات بسيطه موجوده في كل بيت. كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم، وصدقوني انكم لو جربتوا هذه الحلوه غادي توليو مدمنين عليها. وكنشكر السيده اللي حطاتها عندها في واحد الموقع، نشكرها بزاف بزاف بزاف، لانها في الحقيقه تستاهل وتستحق انكم تجربوها. نخليكم على فيديو طريقه التحضير. مرحبا بكم معايا في قناه سعاد اوفيسيال مره اخرى. واخا انا تعطلت على انني نحط شي حاجه لظروف. المهم هذه الحلوه كان نحتاج لها 4 ديال الزبده، 4 ديال المثلثات ديال الفرماج، الفلون ديال الكراميل، خماره وحده، فاني، نص كاس ديال السكر كلاصي، وكاس ديال العنبه ديال الزيت، وقبيصه د الملح. ندوزو للطريقه ساهله. كنشكر السيده اللي حطاتها لنا في الحقيقه في واحد اللايف. غنخدموا الزبده والفرماج. وسمحوا لي على هذا التاخير لان كانت عندي ظروف. نديرو الساشي ديال الفاني، نديرو نص كاس ديال السكر كلاصي. تقول لي السكر نص كاس ديال السكر كلاصي قليل، قليل لان في الزين غادي نزيدو حلاوه. خليكم تزيد حتى الاخر تشوفوا كي داير. نخدموا الزبده وهاد المكونات ما فيهاش البيض. واحد الملاحظه، الا بغيتو ديروا زبده سبيسيال ما ديروش كاس ديال الزيت كامله، كديروا غير نص كاس، لان الزيت سبيسيال كتكون زايده في اليدان، كتكون ميدمه. وهاد الريحه ديال الكراميل خلطناها هكا خصها تكون. انا غادي نشكلها ونتلاقاو صافي. يلا السلام عليكم. الحلوه ديالنا درناها على شكل هلال. التشكيل كعلى الذوق ديال كل واحد. اللي بغيتو ديروه هلال ديروه، بغيتو ديروه على شكل غريبه، ولكن الغريبه خصها تكون صغيره ما تفوتش 40 غرام. المهم اللي بغيتو تخرجوه بالمرشم خرجوه، اللي بغيتو نتوما والذوق ديالكم. انايا ديجا عندي غريبه، ما بغيتش نعاود عاوتاني شكل غريبه، درت هذا الهلال هذا. ندخلها الفران، ولكن راه ما ردوا البال معاه لان ما فيهاش البيض، ما فيهاش فيها الزبده والزيت، يعني راه دغيا غادي زعما دغيا غادي طيب ليكم. ونتلاقاو من بعد نكمل نخرجها من الفران ونديرو الطريقه ديال التزيين. عاوتاني ساهل. بغينا غادي نفندا غير السكر كلاصي، او غندير نص في الشوكولاط الابيض ونص في الشوكولاط كحل، على حسب. مازال ما فكرت شنو غادي ندير ليها. دوازه اتاي وصافي، ماشي شي حاجه ديما. الحقيقه هي البساطه ديالها، داكشي علاش شاركتها معكم. انا درتها طابت من التحت كما كتلاحظوا. غادي نديرها غير شويه تحمر، شي شويه من الفوق،
وصافي ونحيدها. وهي حلوتنا من بعد ما طابت، شفتوا كي كيجي اللون. دابا غنقول الطريقه ديال التزيين، اما تفندوها في السكر كلاصي، اما دهنوها بالكونفيتور والكوك، اما ديروا نص شوكولاط كحل ونص شوكولاط ابيض. انا عندي ديجا حلوه فيها الشوكولاط ما بغيتش ندير. اما تفندوها كما قلت لكم الكونفيتور والكوك، او الشوكولاط الابيض والكنافه محمره ومقطعه بالمقص طريفات صغار. لكم الاختيار. انا اختاريت السكر كلاصي، ولا غديروا لا السكر كلاصي خصها تكون بارده تبرد مزيان، لان الا كانت سخونه ودرتو سكر كلاصي غادي تعجن وغادي تولي لكم بحال مرقدينه في العجينه، ولا غادي تبان لكم فازقه. غادي نفندوها ونحطوها في طبسي نيشان كما كتشوفوا. عرفتوا كيبان لكم ولا لا؟ والسكر كلاصي يكون من الاحسن يكون السكر سبيسيال. انا كنستعمل هذا، ماشي اللي كنديروا باش ندير الاشهار، ولكن كنوريكم غير لا مارك اللي كندير انايا. انا غادي نستمر في التفناد حتى نقاد الطبسيل ونتلاقاو. خليكم مع لا فيديو. ما كان حاجه كنأكد عليها انكم تخليوها تبرد تماما، لان عرفتوا ما فيهاش البيض، فيها غير الزبده والزيت فرماج. وهي حلوتنا من بعد ما كملنا لها من التفناد، كتجي زوينه حشيشه ولذيذه في نفس الوقت، وفيها واحد الكروسيون زوين. نتمنى انكم تجربوها وردوا عليا الخبر. السلام عليكم. كما تشوفوا هذا البلاطو، هادو الكاطو، هاد الاشكال راه كلهم درتهم في القناه ديالي. هذا الفقاص راه عندي في القناه، هذا الفقاص راه حطيته في القناه مع الصابلي على جوج الاشكال في القناه ديالي. وهذا تا هو الصابلي غير هذا درتو حرابل طيبتو من طاب درتو في الشوكولا مع اللوز كونكاسي هاد الحروشيه هذا باش عطانا هاد الحروشيه هادو. وهذا البهله كذلك حطيتها في القناه ديالي. وهذه هي الحلوه اللي حطيت لكم دابا في الفيديو. كنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم وكنت فوقت في بعض التشكيلات. نتمنى ان الفيديو نال اعجابكم، وما تنسونيش من التعليق واللايك، والى اللقاء في فيديو قادم. السيده اللي مولات الحلوه مولات الوصفه هذه انا حطيت لكم القناه ديالها على اليوتيوب، وكذلك على التيك توك راه كدير لي لايف وكتعطي معلومات وكتعطي نصائح زوينين ومن القلب. كنتمنى انكم تدخلوا عندها وتشاركوا معها. الى اللقاء.